السلام عليكم أبطال إي فوتبول. اليوم راح نستعرض معا أحداث يوم الخميس في لعبة إي فوتبول، والتي تحمل معها العديد من المفاجآت القوية. أولا، إن كنت قد سجلت دخولك إلى اللعبة يوميا خلال الأيام السبع الأخيرة دون أن تلعب عن أي يوم، فستحصل غدا على 100 كوينز مجانية. ثانيا، باكج أفضل لاعب بأوروبا الذي يضم عثمان ديمبيلي، ديزي بدوي ودون غايس سينتهي غدا رسميا، وسيتم تعويضه بباكج جديد تماما. سيتم منحك فتحة مجانية على هذا الباكج الجديد بمجرد دخولك إلى اللعبة، وهناك احتمالا لهذا الباكج الجديد إما أن يكون خاصا بأفضل لاعب بالدوري الإسباني لهذا الموسم، ومن أبرز المرشحين لامين يامال، كيليان مبابي، رافينيا، روبرت ليفاندوسكي وغيره، أو أن يكون خاصا بأفضل لاعب بالدوري الإيطالي، ومن أبرز الأسماء المرشحة ماكتوميناي، لوكاكو، تيجاري، رينجرز، ريتيجي، ماركوس تورام وغيره. أحد هذين الباكجين سيصدر غدا الخميس، بينما سيتم إصدار آخر في الخميس المقبل، لكن ترتيب الإصدار لم يحدد بعد. المفاجأة الكبرى من كونامي، غدا سنشهد أيضا صدور باكج نجوم الأسبوع الجديد، والذي سيركز على لاعبي كأس العالم للأندية الجارية حاليا، وقد تم تأكيد 3 لاعبين حتى الآن: فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان، بيدرو نيتو لاعب تشيلسي، اوتاماندي لاعب بنفيكا. وستحصل كذلك على فتحة مجانية على هذا الباكج. أخبرنا في التعليقات أي باكج تنتظره أكثر: الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، أم نجوم كأس العالم للأندية؟ لا تنسى دعم القناة بالإعجاب والاشتراك وتفعيل الجرس لمتابعة كل جديد في إي فوتبول 2025. وأحيانا لاحظت أن عدد المتابعين في حساباتنا على الانستغرام والتيك توك ما يزال قليلا مقارنة بعدد المشتركين في اليوتيوب، لذلك سأضع لكم روابط الحسابات في وصف الفيديو. أتمنى منكم دعمنا هنالك أيضا، فنشاطنا لا يقتصر فقط على اليوتيوب، بل ننشر مقاطع ومحتوى حصري في المنصتين. شكرا لكم على دعمكم المستمر، ونراكم